لو مهتم بأخبار التطبيقات ووظيفة كل تطبيق مزايا وعيوب اشترك في القناة وأنا هقولك كل ده. تطبيق ديلون تطبيق لقروض شخصية بيدي لحد 20,000 جنيه كارد. كل المطلوب منك إن تحمل التطبيق وتفعل حسابك بعد ما الصورة السيلفي وصورة البطاقة وجهات الاتصال بتاعتك، وبعد كده محفظة فودافون كاش أو أي محفظة أنت بتتعامل بيها عشان يبعتلك عليها الكارد. بعد كده بتستنى المراجعة وبيقولك الكارد. وهنا زي ما احنا بنشوف التعليقات، واحد جاله تفاصيل الكارد 800 جنيه، سددهم 856 جنيه، المبلغ المستلم 240 جنيه، والمدة 7 أيام، ولا يوجد خيار قبول أو رفض. وبعد شوية حولوا 240 جنيه لحسابه، ولا يوجد لهم رقم خدمة عملاء ولا واتس. حاول يتصل بيهم مرة واتنين، عاملين له حظر على الرقم اللي اتحول منه 240 جنيه. دخل الابليكيشن وحاول يرجع المبلغ، وخد سكرين شوت ان هو رجع المبلغ عشان ميبقاش عليه فلوس. طبعا التطبيق ما بيديكش كارد غير لما يبقى واخد داتا من حضرتك تضمن له الفلوس ترجع له. يعني ايه؟ يعني هتلاقي في تعليقات واحدة بتقولك ان هم بعتوا لجهات الاتصال بتاعتي الصور بتاعتي، هتلاقي ان هم بيهددوك على الواتس ان هم يرفعوا صورك على مواقع اباحية وحاجات زي كده. فكل دوت يعني ايه، لازم تبقى عارفه قبل ما تفكر تدي صلاحية الدخول على موبايلك من تطبيقات القروض الشخصية. كلها سرقة بيانات وابتزاز وتهديد. لو ما كنتش عارف المعلومات دي وعرفتها من خلالي، شير ولايك وسبسكرايب. لينك التطبيق مش هسيبهولك في الديسكريبشن عشان هو تطبيق زبالة.